ايه العلاقة ما بين السلف استيم والانر فويس او تقدير الذات والصوت الداخلي؟ اغلبنا بيبتدي عندنا الصوت الداخلي او الطريقة اللي بنكلم بيها نفسنا بناء على الطريقة اللي اهلنا ومدرسينا والناس اللي كانوا في حياتنا واحنا صغيرين كانوا بيكلمونا بيها، والكلام اللي كان بيتقال لنا كتير، وبنكبر واحنا بنكلم نفسنا بنفس الطريقة وبنعيد نفس الكلام. ولأن أحيانا الكلام ده بيكون فيه كثير من القسوة والانتقاد حتى ولو بحسن نية، ولأن أغلبنا بيكون أكثر قسوة على نفسنا من أي حد تاني، وبما إن إحنا كبرنا وفهمنا إن الأسلوب ده في الكلام مع نفسنا بيضر أكتر بكتير قوي من ما بيفيد، فعلينا إننا نغير صوتنا الداخلي وأسلوب كلامنا مع نفسنا لأسباب كتير، من أهمها علاقة ده بالسلف استيم أو تقدير الذات. هو ايه تقدير الذات ده اصلا وبيجي منين؟ السلف استيم او تقدير الذات هو الطريقة اللي بشوف بيها نفسي او رأيي في نفسي، وبتيجي من السلف ايمج او صورتي الذاتية، ودي بتتكون عن طريق حاجات كتير من ضمنها الطريقة اللي بكلم بيها نفسي. فمثلا لو كل ما بغلط صوتي الداخلي بيقولي انت غبي، ايه الغباء ده، حد يغلط غلطة غبية زي دي، مرة في مرة هيبقى ده جزء من صورتي الذاتية ان انا غبي. ولو كل مرة بتعرض فيها للرفض صوتي الداخلي بيقولي انت دايما بتترفض، عمر ما حد هيقبلك، انت فيك حاجة غلط، انا كده قاعد ادمر في صورتي الذاتية. وكل ما بقلل من نفسي في نظر نفسي كل ما بقلل من السلف استيم او تقدير الذات بتاعي. طيب ده بيأثر على ايه؟ على كل حاجة: درجة القلق والتوتر، الشعور بالوحدة والاكتئاب، التعامل مع الناس والمشاكل في العلاقات، التحصيل الدراسي والأداء الوظيفي وتحقيق الأهداف، الشعور بالسعادة والرضا في الحياة بشكل عام. علشان كده لازم نهتم بتقديرنا لذاتنا ونشتغل عليه لو محتاج. وبداية الشغل ده هو إننا نكلم نفسنا بطريقة أحسن. مهم نعرف إن صوتنا الداخلي ده وإن كان قاسي هو هدفه خير، بيبقى متخيل إن هو بيحمينا من انتقاد الآخرين لينا بانتقاد نفسنا الأول، أو بيبقى عايزنا نحس بشعور الرفض ونفتكر الشعور ده كويس علشان ما نعرضش نفسنا للتجربة دي تاني، أو بيبقى عايز يحسسنا إننا مش هنقدر على حاجة من قبل ما نحاول علشان ما نحاولش ونحبط. يعني هو بيحاول يحمينا فبلاش نتخانق معاه، عايزين نستبدله بهدوء عن طريق حاجة اسمها cognitive reframing أو إعادة الصياغة المعرفية. أول خطوة إننا نلاحظ إيه الحاجات اللي بتتكرر من صوتنا الداخلي وعايزين نغيرها، وبعدين نختار بشكل واعي نظرة بديلة للموقف تكون أفضل ومفيدة أكتر. فمثلا لو كل ما بغلط صوتي الداخلي بيقولي علشان انتي غبية، هختار إن كل ما ده يحصل أقول لنفسي لأ، كل الناس بتغلط، الغلطة هي فرصة إني أتعلم ومحدش بيتعلم من غير ما يغلط، ولا أنا مش غبية بدليل كذا وكذا وكذا. لو مثلا كل ما بتتعرض لأي نوع من أنواع الرفض صوتك الداخلي بيقولك عمر ما حد هيقبلك وانت فيك مشكلة، تقدر تختار في اللحظة دي بشكل واعي انك تقول لنفسك كل الناس بتتعرض للرفض، والطريقة الوحيدة لتجنب الرفض اننا نحرم نفسنا من فرصة اننا نعيش التجارب المختلفة في الحياة، وانا مش عايز احرم نفسي من فرصتي في التجربة. ليه بقول هنا هنختار الافكار دي بشكل واعي او consciously؟ لأن الأفكار والكلمات المؤذية اللي بتتكرر من صوتنا الداخلي مش بنختارها بشكل conscious أو بشكل واعي، هي بتطلع لنا كأنها تلقائية لأنها متبرمجة في السبكونشس بتاعنا من التكرار. لما نعمل العملية دي في الأول هيبقى كأن في صوتين بيردوا على بعض، لكن لما نفضل نكررها كتير هنلاحظ في يوم من الأيام كأن الصوت القاسي اللي كان بيقول لنا كلام وحش عن نفسنا اختفى، وبقى مكانه صوت تاني بيكلمنا بطريقة تانية وبيقول لنا كلام يساعدنا نبني السلف استيم بتاعنا مش ندمره.